غرام وانا عياني جافي ديما ينساني، عشفة في عدياني وضايع قلبي معاه، عطيت وانا قلبي هدية سكنته في عينايا، ولا 1% ريح قلبي معاه. فوالا. طول عمري بحلم يا غالي ان انت حلم الليالي، من نظرة غيرت حالي وقلبي وروحي دايما معك والله. طول عمري بحلم يا غالي ان انت حلم الليالي، من نظرة غيرت حالي وقلبي وروحي دايما معك والله. حياتي طول ما انا وياك حياتي، فرحي قلبي معك وعيني لو بعد شايفاك عشقتك والله من طلع. اقول هواك تتكابر، اقول انساك تراضيني، اروح وياك للاخر اعود القاك نسيني. اقول هواك تتكابر، اقول انساك تراضيني، اروح وياك للاخر اعود القاك نسيني. يوم تغرب يوم تعود، يوم شوق يوم ورود، ليلك ليل ليل نهار، قلبك ترج قلبي نار. يوم تغرب يوم تعود، يوم شوق يوم ورود، ليلك ليل نهار، قلبك ترج قلبي نار. إلين غساني، مرحبا بك في تونس. مرحبا. زيارتي اليوم في تونس هي بسبب أعمال اللي نوجد فيها لرمضان 2016. إن شاء الله يشوفونا في هذه السنة في برنامج جديد، هو مسلسل رمضاني اللي حيفوت على قناة شروق تي في، اسمه بي 73 سي بريغاد 73. إن شاء الله ينال إعجاب الجمهور الجزائري وتاني المغاربي، لأنه كان في مشاركة بزاف من ناس يعني من الوطن العربي. مجدي سميري اكيد هو ديجا سي صاحب الكونسيبت تاع بوليس تونس حال عاديه. اول شيء مجدي سميري انا نعرفه قبل المشروع اللي تعاملنا فيه في بي 73. نعجبني بزاف لا فيرسيون تونيزيان تاع بوليس والعمل التقني تاع الفنان والمخرج التونسي مجدي سميري، وبالتالي je l'ai contacté pour nous proposer باش نتعاملوا مع بعض، باسكو في هذا العمل انا منتجه ثاني في العمل، غير اني ممثله مع الفنانين الجزائريين الممثلين الجزائريين. دونك هو عرض عليا، كنت حابه ندير مسلسل كيما بوليس مي في الجزائر، وبالتالي هو عرض عليا انه اون ا ديزاكسي ان تي بو لا سيري، يعني ما تشبهش لا سيري تونيزيان. يعني حتى الادوار في دور كمال تواتي هو اللي عنده بنته، حنا ناقص لو كوميسير اللي عنده بنته ايتترا. دونك لا سيري اللي كومبليتمون ديزاكسي، يعني عودت انشغلت من جديد، بصح دائما توقيع المخرج مجدي سميري عنده يعني لمسته الخاصه، وبالتالي هذا يخلي انه في شبه بين بيان سور بوليس بي 73. انا قبل ستار اكاديمي كنت نمثل في التلفزيون الجزائري. كانت عندي فرصه اني اشتغلت مع المخرج الكبير تاعنا جعفر قاسم، نوجه له تحيه، لهذا العام ثاني تعاملنا مع بعض، مي انا كمخرجه وهو كمنتج، تقلبت الادوار. هو في الصراحه يعني الفكره بدات من عندي، اللي طلعت بهذا الكونسيبت اللي كنت حابه نحيي شخصيات ميته راحله
اللي ils ont marqué l'Algérie, l'histoire de l'Algérie, السينما والتلفزيون الجزائري اللي الناس نظن انه توحشوا لهم que soit l'ancienne génération et la nouvelle génération كلهم ما كاش اللي ما يعرفش الانسبكتور طاهر ولا برونتي وحبيت نعاود نحييهم بتقنيه 3D لا 3D et une nouvelle technique اللي نظن انه اول مره استعملت في الوطن العربي اللي هي الموشن كابتور كابتور موشن اللي احنا استعملناها وتعاملنا لهنا بين تونس والجزائر باش قدرنا ننفذوا هذا العمل ونظن انه الناس حيعجبهم انه يعاودوا يشوفوا الانسبكتور طاهر حتى الاهالي تاعهم فرحوا ويعني هذا شيء يعني ما لازمش ننساو اللي داروا تاريخ التلفزيون الجزائري والسينما الجزائري وبالتالي احنا خلينا الانسبكتور طاهر يولي في 2016 يعني مم عنده فيسبوك وعنده تويتر ويعني باللونجاج الحديث اللي الناس باش يقدروا تاني يلقاو لي فان تاعو تاع زمان وتاع دركا. هو الصراحة أنا نحب نلمس على بزاف حاجات يعني ما نحبش نتوقف في حاجة عندي بزاف كيوريوزيتي ونحب بزاف نتعلم في ناس يقول لك لا مش مليح لازم تتخصصي والناس ما يعرفوش وين راهي ريم بصح أنا يعني طبعي هاك نحب نتعلم ونحب نمد للفن الجزائري للثقافة للسياحة كل حاجة يعني نقدر جابورت بها كرسالة شكرا نقدر نزيد فيها لبلادي لازم نتعلمها لازم نديرها على بها في الإخراج. أنا بديت الدراسة تاعي في كندا بصح بكون يعني حكم انشغالاتي العديدة يعني وسفري العديد ما قدرتش نكمل الدراسة تاعي باسكو دراسة طويلة بصح حاجة قعدت لي في قلبي دونك كوم جي اون فيزيون ارتستيك نتشكر جعفر قاسم اللي ما دوني الفرصة تاعي الأولى أني نعبر كمخرجة ونوقع في العمل تاعي كمخرجة. مساء الخير مشاهدينا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من جات سات. كما عودناكم كل حصة تختلف عن الأخرى وحصة اليوم راح تكون فريمون سبيسيال بمناسبة مشاركة المنتخب الوطني الجزائري في كأس العالم 2014 بالبرازيل. عدد اليوم خصصناه لكرة القدم اي بلو بريسيزيمون إلى بعض أبطال المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم. اشتغلت في لبنان وفي الشرق الأوسط فين كان في الإذاعة راديو وإن كان في التلفزيون الحمد لله كانت عندي هذه الخبرة ساعدتني أني كي رجعت لبلادي وش الحاجة اللي تعلمتها حبيت يعني نطبق وجابورت بلوس يعني حاجة يعني نزيدها انه في الإعلام الجزائري وكل حاجة يعني حتى دركا وليت نلمس للسيناريو للإخراج الإنتاج هو من زمان أنا الإنتاج والتقديم والتمثيل والغناء هادو من زمان مي الحمد لله ان شاء الله نكونوا دائما على حسن ظن الجمهور هذا اهم شيء وان شاء الله يفهموا بليك احنا دائما اون فو ابورتي وانا اهم شيء اللي يهمني في حياتي اني ندير حاجه لبلادي للجزائر والوطن العربي بيان سور باسكو احنا نفتخروا ان كان تونس ولا المغرب ولا ليبيا ولا لبنان ولا هذا بالاخر احنا كلنا عرب بصح انا اول حاجه لازم نرفع رايه تاع بلادي ومن بلادي ماذا بيا يقولوا فنانه جزائريه اللي ابورتي حاجه للوطن العربي ولا للعالم كله لانه طموحاتي كبيره وان شاء الله نقدروا ننقلوا يعني حاجه ولا صوره ولا ان برودوي شباب اللي يقدروا يدوه من بلادنا لبلدان العرب ولا لبرا الخارج وعلاش لا. مرحبا بكم مشاهدينا اليوم حلقة جديدة من جات سات كما وعدتكم من النجم تاع الفوتبول سافر تايدر رانا في ميلان et سافر تايدر معايا. مرحبا بك في جات سات. مرحبا بكم vous aussi merci c'est gentil. Alors aujourd'hui on va voir une exclusivité avec Safir Taider, on va parler un petit peu de sa vie, de son style parce qu'il influence vraiment les jeunes avec sa coupe. Il faut voir moi quand je suis rentrée à Alger, je me dis mais c'est quoi ces coupes à Alger, je vois tout le monde fait les coupes de Taider. Alors on aimerait bien savoir ça va être quoi la coupe de Taider au Brésil 2014. Non, enfin j'ai pas une coupe en particulier, c'est que voilà. Ah t'as un look très particulier. Non, un look enfin normal comme les jeunes
les jeunes de mon âge, il n'y a rien de particulier. Après, voilà. Ça, c'est ta modestie. Hein. Moi, pour moi, tu es vraiment exceptionnel. Ça découpe vraiment très... Parce que forcément, vu que je joue au foot, on est un peu plus regardé, mais dans la vie de tous les jours, il y a énormément de personnes qui vont... ستار اكاديمي كانت تجربه بزاف حلوه. الحمد لله كانت عندي الفرصه اني نشارك فيها، وين كان ستار اكاديمي وقتها برنامج ثقيل وفي اساتذه يعني ما كانت متابعه كبيره، لانه ما كانوش بزاف برامج يعني مواهب، اكتشاف مواهب. وبالتالي كي سلمى شاركت جاتني انه فكره انه وعلاش لا ما نشاركش. وكي درت انا ماشي منافسه، يعني انا كنت صغيره وكنت دائما في الدار انا اللي اكثر وحده يمكن نحب يعني نقدم نغني. دونك جات هكذا الفرصه، وكي قدمت في الكاستينغ قالوا لي ما يقبلونيش باسكو اختي كانت شاركت من قبل، وقلت لهم معليش ندير الكاستينغ تاعي كيما الناس، يعني يسمعوني. ولا عجبتهم الفكره انه شخصيتي كانت هيك قويه وحبيت نقعد معاهم. دونك من كاستينغ لكاستينغ حتى توفقت ودخلت ستار اكاديمي. كانت تجربه يعني ساعدتني اني نكون عندي شهره عربيه. تعلمت بزاف منها، كانت صعبه وفي نفس الوقت يعني افيك دو ريكول نقولوا بالعكس انا ناخذ ايجابيتها اكثر من سلبيتها، لانه كانت جدا صعبه يعني كتجربه. ما يتعلمنا بزاف، ما كاش حاجه اللي تجي بالساهل، كل حاجه لازم الواحد يتعلم منها، ياخذ منها المليح والمش مليح. هو تاني يزيد يخليك يقوي لك شخصيتك، يعلمك بزاف حوايج. معاه غرام وكاني اسمي لساني والبعد كواني، هذه مدة وشهور ما لقيت حب وحيدة، طريق طويلة أنا قليلة قلبي منه مسحورة. بعد غرامو كانوا بزاف اغاني لنبلي فاضل اللي نحييه ونتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله. عطاني اغنيتين، وثالث اغنيه اللي راني ان شاء الله حنسجلها مع الاستاذ الكبير محسن ماطري من تونس. والاغنيتين عمري ابتدى اللي كانت مع توني ابي كرم وبودي نعوم اللي تسجلت في لبنان. وان شاء الله الجديد راح يكون مع تصوير تاني فيديو كليب اللي حيكون تاني سيناتور مجدي سميري. سكوب هذا. نقول للجمهور التونسي تبعونا هذا العام باسكو كاين لطفي عبد اللي شارك معنا وكامل تواتي، وكاين بزاف مفاجآت برشا برشا برشا، ونحبكم بزاف بزاف. ما اطيبكم يا الشعب التونسي، والله نحبكم بزاف بزاف. والجزائر وتونس خاوه، وتحيا الوطن العربي كله. وشكرا متابعتكم، وشكرا لك كمال. باي باي.